أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة اللي هنعرضه النهاردة قائمة أسعار الأشجار والشتلات كاملة بالتفصيل من أرخص شجرة ب10 جنيه لحد الأشجار النادرة اللي سعرها بيوصل لمئات الجنيهات. الفيديو ده مش بس هيفيد أي حد عايز يزرع في البيت أو البلكونة، لكنه كمان هيساعد الناس اللي عايزة يبدأوا مشروع مشتل صغير مربح. وهنتكلم عن كل حاجة: أشجار الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والفرق بين المطعوم والبذرة، ونصايح لشراء وحسابات تقريبية للأرباح. وهنتكلم كمان إزاي تختار الشجرة المناسبة على حسب ميزانيتك ومساحة الأرض، وإيه الأفضل للزراعة المنزلية، وإيه الاستثمار التجاري. لو أنت مبتدئ هتفهم كل حاجة بسهولة، لو عندك خبرة هتاخد نصايح عملية وهتوفر عليك وقت وفلوس وتخلي مشروعك ينجح أسرع. هنبدأ بالليمون، أنواعه وأسعاره. الليمون من أشهر الفواكه في مصر، وهنا بقى مناسب للزراعة في الحديقة وحتى في القصيص على البلكونة. في نوعين رئيسيين من الليمون: مطعوم وبذرة. ليمون بلدي مطعوم صغير بتوصل سعر الشجرة ل35 جنيه، وليمون بلدي مطعوم كبير بتوصل سعر الشجرة ل80 جنيه. أما الليمون البذرة بقى ب10 جنيه، والليمون الشهري ب80 جنيه، والليمون الكافيار ب270 جنيه. الفرق بين المطعوم والبذرة عشان يبقى انت عارف: المطعوم بيثمر أسرع من سنة لسنتين تقريبا بعد الزراعة، أما البذرة أرخص شوية لكن محتاج من 3 ل5 سنين قبل ما تثمر. نصيحة للمزارع المبتدئ: لو هدفك إنتاج سريع للبيع أو الاستهلاك الشخصي اختار المطعوم طبعا. لو هدفك التجربة أو الزراعة المنزلية بدون ضغط على الميزانية اختار البذرة. بالنسبة للبرتقال واليوسفي يا جماعة، البرتقال واليوسفي من الأشجار اللي ليها عائد ممتاز، خصوصا لو عندك مساحة صغيرة أو بلكونة. برتقال مطعوم صغير 35 جنيه للشجرة، وبرتقال مطعوم كبير 80 جنيه للشجرة. أما اليوسفي المطعوم الصغير 35 جنيه، واليوسفي المطعوم الكبير 80 جنيه. هقول لك على نصيحة عملية: المطعوم بيبدأ يثمر أسرع، وده مهم لو عايز تربح في أسرع وقت. الحجم الكبير أفضل لو عندك مساحة في الحديقة أو الأرض، لأنه بيكون محصوله أعلى. بالنسبة بقى للمانجا، المانجا من أشجار الفاكهة اللي محتاجة شمس وفترة صيف طويلة. مصر من الدول المميزة طبعا لإنتاج المانجا. مانجا وسط الشجرة ب50 جنيه، ومانجا كبيرة الشجرة ب120 جنيه. المانجا استثمار ممتاز، خصوصا لو عندك أرض كبيرة. الموسم بتاعها عادة من مايو لأغسطس، الكيلو بيتباع بسعر كويس في الفترة ديت. أما الأشجار النادرة بقى والمميزة، لو عايز تشتغل مشروع مميز أو تبحث عن شجر نادر للزراعة، في شجر بأسعار أعلى لكنه مربح جدا زي الجاك فروت، الشجرة سعرها 150 جنيه، واللونجان 150 جنيه، والكرز البرازيلي الشجرة بيوصل سعرها ل200 جنيه، والتفاح الورد بيوصل سعرها برضه ل200 جنيه، والسبوتة الشوكولاتة بيوصل سعر الشجرة ل200 جنيه، والمكاديميا بيوصل سعرها ل170 جنيه. الأشجار دي نادرة في مصر، وبالتالي أي حد بيزرعها عنده فرصة للربح لو هيبيعها أو هياكل ثمرها. النباتات الطبية والعطرية يا جماعة، لو المساحة عندك صغيرة أو عايز تزرع في البلكونة مثلا، النباتات الطبية والعطرية هي خيار ممتاز. عندنا الشيح بيوصل ل20 جنيه، واللافندر 20 جنيه، والروزماري 20 جنيه، والزعتر والعطر والنعناع والريحان بيوصلوا برضو ل20 جنيه. مميزات النباتات الطبية: مساحة صغيرة وبتكفيها الصيص أو حوض صغير، وفرصة بيعها كأعشاب أو استعمال في المطبخ والعلاج الطبيعي. سعرها قليل جدا، وبالتالي العائد ممتاز بالمقارنة مع الاستثمار. أما الأفوكادو اللي بدأ يبقى مشهور جدا في مصر، خصوصا الأنواع المطعومة اللي بتنمو أسرع، البذرة وصل سعره ل60 جنيه، والمطعوم 140 جنيه. المطعوم بيبدأ يثمر بعد 2 ل3 سنوات، بينما البذرة محتاجة حوالي 5 سنين تقريبا. لو عندك صبر وميزانية محدودة البذرة هتبقى مناسبة ليك. أما العنب والتوت بقى، العنب الصغير المطعوم 50 جنيه للشجرة، والعنب الكبير المطعوم 150 جنيه للشجرة. أما التوت العماني 100 جنيه للشجرة، والتوت البلو بيري طارح ب500 جنيه للشجرة. أما التوت البلاك بيري ب140 جنيه للشجرة. التوت البلو بيري أغلى نوع لكنه مربح جدا لو تم الاعتناء بيه صح. أما الفواكه الأخرى بقى، شجرة الرمان ب50 جنيه، والكمثرى ب60 جنيه، والدراجون فروت
ب100 جنيه الشجرة، والباباز القزمي 80 جنيه، والكاكا 60 جنيه للشجرة، والخوخ والمشمش ب70 جنيه، والقشطة والجميز ب60 جنيه، والكرز البرازيلي ب200 جنيه، والجوافة البناتي ب30 جنيه للشجرة، والجوافة المطعوم ب120 جنيه، والجوافة الحمراء ب50 جنيه، والنبق التفاحي ب140 جنيه للشجرة. اختيار الأصناف طبعا بيعتمد على المساحة اللي عندك ونوع التربة والهدف استهلاك شخصي أو مشروع مربح. الخروب يا جماعة مطعوم أو بذرة برضه، الخروب البذرة ب100 جنيه، والمطعوم ب250 جنيه للشجرة. الخروب المطعوم بيثمر أسرع وبيحقق أرباح أعلى لكنه طبعا أغلى. الحسابات التقريبية للربح هديك مثال سريع: لو اشتريت 10 شتلات ليمون مطعوم فيه 35 جنيه ب350 جنيه كل شجرة، لو جابت لك 20 كيلو في 10 شجرات هتديك 200 كيلو، لو سعر الكيلو 15 جنيه معاك كده 3000 جنيه من بدري. والسلام عليكم ورحمة